لو انت فاكره بقى ان الموضوع سر، انسي كل ده، ما بقاش سر خلاص. متاكده اصحاب المطاعم هيزعلوا مني جدا بعد ما يشوفوا الطريقه دي، لانك لما تجربيها في البيت استحاله تروحي تاكليها او تشتريها تاني من عندهم. اخيرا وبعد عده تجارب اقدر اقولك احلى طريقه للفراخ المقرمشه ممكن تجربيها وبدون تكاليف كتير، وخطواتها سهله وبسيطه وهتطلع احلى من الجاهزه 100 مره. صلوا على الرسول ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنقطع الفرخه مع بعض بطريقه سهله قوي. دي كان وزنها في حدود 1.5 كيلو وجرامات بسيطه، يفضل ما تزيدش عن كده. اخر 1.5 كيلو، كيلو 600، عشان ما تغيبش معاكي في التسويه وتستوي معاكي مظبوط وتشرب بقى من التتبيله حلو. هنبدا بقى نقسم الوراك عن الصدر، وبعد كده هقطع الوركين ونيجي من عند النص. افصلي الدبوس عن الفخذ، اهم حاجه تكون السكينه معاكي حاميه. انا كنت عامله فرختين بس انا حبيت اقطع معاكي فرخه عشان اوريكي الفكره لو حابه تعمليها. نخش بقى على الصدر، قطعيه كده بالطول للنهايه. في عظمه ماسكه الاتجاهين مع الرقبه، هنبدا نفصلها من الاتجاه ده والاتجاه ده، والرقبه دي بتشيلي الحاجات دي في الفريزر تحوشيها وتعملي مرقه، مفيش حاجه بتترمي. اوريدي بقى الجناح ما بيكونش فيه كميه لحم كبيره، فباخد جزء من الصدر بسيط عشان لما اجي اكله الاقي فيه لحم، والصدر ده بقسمه على جزئين كده، قطعناها على 10 اجزاء. طريقتها سهله قوي. بعد كده هجيب الفخده بتاعه الورك، ابدا ان انا احرك كده العظمه اللي بتكون في النص، ما اطلعهاش لكن احركها كده واطلعها عشان تشرب من المحلول كويس، ما يكونش فيه تكتلات دمويه للناس اللي بتشتكي بناكل الفراخ نلاقي دم حوالين العظم. بعد كده بقى هنجيب السكينه ونبدا ننغص الدبوس وكل جزء حتى الجناح، نغزي كده بالسكينه عشان تشرب من التتبيله كويس. اغسليها بقى بمعلقه من الدقيق والملح والليمون وصفيها. هقول لك مقدار فرخه واحده المحلول اللي احنا هنستخدمه. لكل فرخه 1.5 كوبايه من الميه الساقعه، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره ممسوحه بودره ماجي وبابريكا، ومعلقه صغيره ممسوحه توم بودره وبصل بودره وشطه. ما تقلقيش ما بتكونش حاره، بتدي تست حلو. ورشه فلفل اسود، يعني ربع معلقه صغيره فلفل اسود، وعندي عصره ليمونه، وكمان معلقه صغيره مليانه من السكر اساسي. السكر هنا بيسرع في التسويه، مكون مهم اوعى تنسيه. انا كنت مضاعفه المقدار زي ما قلت لك عشان عامله فرختين. قلبت بقى المحلول الحلو ده ونزلت بالفرختين، ولازم الميه تغطي الفراخ كويس قوي. طبعا عشان تاخدي نتيجه حلوه بعد عده تجارب اوعي تعمليها في نفس اليوم، لازم تبيتيها في التلاجة ليله كامله وتقومي تاني يوم تشتغلي فيها على الغداء، بتكون جميله. هدخلها التلاجة وتاني يوم نعملها. طلعتها بقى من التلاجة. حابة اوريكي لون لحم الفراخ بعد ما باتت ليلة. شايفين تشرب التتبيلة كويس قوي ولونه غير كده، تضمني ان هي تستوي معاكي بسرعة قوي، ما يكونش فيه تكتلات دم حوالين العظم ولا الفراخ تطلع نية وكل الشكوى دي. بعد كده بقى جبت نص كيلو دقيق. يفضل بقى هاتي طبق كده كبير او بولة كبيرة اكبر من كده كمان عشان تتحكمي. وبعد كده هتضيفي معلقتين كبار من النشا، وما تقفوريش في النشا عشان ما يكونش الكفر محجر معاكي وناشف فتيجي تاكليه يتعبك. وعندي كمان باكت من البيكنج باودر يوازي معلقه كبيره مليانه. وقلبت كل الجمال ده وما بضيفش اي بهارات خلاص على الكفر ده، لان اوريدي الفراخ متبهره عشان ما تحدقش منك. نزلت بقى بالفراخ على دفعات، دي اول خطوه، دي مش الخطوه النهائيه. حوالي كده 4-5 قطع في الاول. عدي 10 لفات كده بصوابعك وغلفيهم بالدقيق، وبعد كده انخليهم وسيبيهم على جنب، وهكذا لحد ما تخلصي الكميه كلها. دي التغليفه الاولى للفراخ. ادي بقى الدفعه الثانيه. شايفين لحم الفخده يا جماعه بقى عامل ازاي؟ ولا بقى فيه تكتلات دمويه ولا اي حاجه. المحلول ده او التتبيله دي عظيمه، ولا بقى استخدمنا زبادي ولا حليب ولا اي حاجه مكلفه. عدي 10 لفات وهاتي المصفى وابداي ضيفي كل قطعه كده، وانزلي بكميه الدقيق الزياده. انخلي كويس قوي قوي لحد ما تخلصي اول جزء. بعد كده بقى هنعمل التغليفه الاخيره، بس في خطوه مهمه جدا تعرفيها. هاتي مصفى تكون عندك وابدأي انخلي كده كل الزياده اللي كانت نازله مكان التغليفه الاولى. مهم جدا ما تكونش موجوده، تخلصي منها. وكده الدقيق بقى رايق معايا. جبت بقى الفراخ اللي احنا غلفناها وبوله جنبي فيها ميه بتلج، ميه ساقعه بتلج. انزلي في الميه وعلى طول على الدقيق. عاوزه صوابعك بس هي اللي تشتغل، مش عاوزاكي تضغطي بصوابعك كده على خفيف. تبداي تلفي برضو من 10 ل 12 لفه بالشكل اللي انت شايفاه ده. الطريقه دي هتعمل لك قشور للفراخ. شايفين بقى سهله جدا، مش عاوزه اسيبلك اي تفصيله، وهتعملي احلى فراخ مقرمشه. وعلى طول بعد الخطوه دي لازم تقلي، عشان الطبقه دي لو سبتيها شويه بتعجن معاكي.
اظن بقى واضح طبقه القشور كده. نزلي كميه الدقيق الزياده ويلا بينا نقليها مع بعض. كنت بقلي شويه بطاطس كده لزوم الاكله الحلوه دي. اهم حاجه اقول لك عليها، صفيها في مصفى وتحتيها طبق وبعيدي عن المناديل تفضل مقرمشه معاكي لحد ما نخلص قلي الفراخ. طبعا الزيت بتاعي سخن مكان قلي البطاطس، نزلت بالفراخ. خلي بقى نارك هاديه شويه، بس اهم حاجه وانت بتحطي الفراخ لازم الزيت في الاول يكون سخن. هدي بقى النار وغطي عليها وكل شويه قلبها على الاتجاه التاني لحد لما تقرمش وتاخد اللون الذهبي الحلو ده. هتقعد قد ايه على النار يا رضوى؟ ربع ساعه بالظبط، 15 دقيقه، وتصفيها على مصفى او شبكه وتحتيها طبق. اروق الزيت ما بين كل قليه والتانيه، مهم جدا الموضوع ده، بمصفى ضيقه عشان الفراخ تاخد لون موحد ما تكونش محروقه معاكي. بعد كل قليه اشيل كل الزياده اللي بتنزل مكان الدقيق ده واصفيه، واسيب بقى ايه الفراخ تستوي واصفيها على شبكه واسيبها في الهواء كده عشان تقرمش. حتى ملاحظين البطاطس عشان هي في الشبكه ونبعد خالص عن المناديل عشان ما تطراش، مقرمشه وخطيره، واخده بقى لون موحد الفراخ ومقرمشه وكريسبي جدا ومش شاربه ولا نقطه زيت. عاوزه اقول لك ان انا الفراخ المقرمشه دي جربتها بكل الطرق وكل الاضافات، انجح واحلى طريقه عجبتني وعجبت ولادي، وطعمها احلى من الجاهزه كمان الطريقه دي. طبعا بقى التحابيش بتاعه الاكله مايونيز وكاتشب وسلطه الكولسلو الخطيره، هنزل لكم الفيديو بتاعها اللي جاي، انتظروا اقوى فيديو لسلطه الكولسلو، خطيره وكريميه برضو بعد عده تجارب. دي كانت انجح طريقه للسلطه دي. حابه بقى اطمن قلبك قد ايه الدبوس معايا دايب، شايفين اللحم كده مهري، الكفر مش شارب زيت وده واضح في الكاميرا، اللحم مستوي مفيش دم حوالين العظم ولا كل الشكوى دي. حتى القطعه اللي جايه دي من الصدر بتكون ناشفه لكن طريه طراوه غير طبيعيه. جربوا بقى الفراخ المقرمشه على طريقتي وادعوا لي، وتنسوا اللايك والشير لو الفيديو عجبكم. مستنيه رايكم في وصفه النهارده وبالهنا.